يا هلا بالجميع، يلا حيهم اخواني حبايبي، اسعد الله مساكم كل خير واتمنى كل الناس على الخير دايم. طبعا يا شباب، وانا امس داخل على اللعبه اتفاجأ بان احد الاصدقاء الا وهو هتلر حاذفني من طلبات الاصدقاء، فاستغربت قلت ايش معقوله؟ ايش اللي صار بيننا حتى يحذفني؟ الا والله ما كذبت خبره ورحت اساله ايش اللي صار؟ ليش انت حذفني؟ قال لي بالتحديد يا فزاع انا معتزل اللعبه وكاره اللعبه. الا والله بعد 13 ساعه بالتحديد اتفاجأ بطلب صداقه من هتلر. يا هلا والله بالغايب، يا هلا. صراحة انت صدمتني. اخر واحد كان جاي على بالي انه يحذفني هو انت، فما توقعت ايش اللي صار يعني بالتحديد. هل انا غثيتك؟ هل انا سويت لك شيء؟ وبالنهاية هي لعبة، لو بيني وبينك شيء تكلم عادي. يا هلا في فزاع، أنا ما حذفتك بقصد، الحكاية وما فيها إني كرهت اللعبة. الناس صارت كلها مصالح بس همها تفرح على حساب الغير. أنا كنت أعاني في حياتي الواقعية من هذا الفات، وظننت إني بدخل اللعبة راح أنساه للناس، بس بالعكس تفاجأت إنهم كل مكان، وأتخيل إني أساسا ما كملت هذا المشوار إلا في وجودك في هذه اللعبة. وأعتقد إني خسرت ناس كثير في حياتي لأنهم كانوا يتركوني وحيدا. بالعكس أنت يا فزاع أول شخص يسأل عني في غيابي بعد اعتزالي اللعبة، أو أنت فزاع وجود الآن معك باللوبي لا علشانك، بس بإذن الله راجعين بقوة، والخصوم راح تنار من عودتنا للساحة. وكل المتابعين يترقبوا أقوى بطولات وأقوى جوائز في تاريخ ببجي. والمقطع هذا لازم يوصل 1000 مشترك خلال 3 أيام وراح أعتزل اللعبة. يلا اشتركوا بالقناة، وش منتظرين؟ حبايب القلب لا تنسوا تشتركوا في القناة، قربنا على الحلم.